سوق الموبايلات في 2026 اتغير كتير، وسامسونج لسه مسيطرة بأسطول من الأجهزة. النهارده جمعت لكم قائمة شاملة بأحدث أسعار ومواصفات موبايلات سامسونج 2026. أول وأرخص موبايل معانا وهو السامسونج A07 اللي بيقدم لك تحديثات مستمرة من سامسونج لمدة 6 سنين، واللي بيجي معالج ميديا تك هيليو جي 99 بتقنية ال 6 نانومتر. معالج أسطوري في الفئة السعرية لأنه بيقدم لك أداء مستقر جدا في المهام اليومية، وبيجي بشاشة كبيرة 6.7 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل، وبيدعم تصوير فيديو 1080 بمعدل 60 اطار في الثانيه. الموبايل بيجي ببطاريه ضخمه 5000 ملي امبير مع شحن سريع 25 واط. لو هنتكلم عن مميزات الاي 07، الموبايل بيقدم لك 6 سنين تحديثات اندرويد واداء افضل بفضل المعالج الهيليو جي 99، وبيجي بشاشه 90 هرتز. الموبايل بيجي ببطاريه قويه 5000 ملي امبير مع تصميم نحيف وعصري. اما بالنسبه للعيوب، دقه الشاشه متواضعه اتش دي بلس، الموبايل مش بيدعم الان اف سي، الموبايل بيجي بكاميرا متواضعه في الاضاءه الضعيفه، سماعات مونو مش ستيريو، الموبايل مش بيدعم خدمات ال 5G. اما بالنسبه لسعر الموبايل، النسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا بايت رام 5000 جنيه، النسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا بايت رام 5800 جنيه، النسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام 6400 جنيه، النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام 7600 جنيه. تاني موبايل معانا من شركه سامسونج وهو السامسونج A17. الموبايل بيجي بشاشه تحفه سوبر اموليد بحجم 6.7 بوصه بدقه الفول اتش دي بلس. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل وبتدعم المثبت البصري الاو اي اس، يعني هتصور فيديو ثابت جدا. الموبايل بيجي بعدسه الترا وايد للتصوير الواسع وعدسه ماكرو 5 ميجا بكسل. الموبايل بيجي بكاميرا سيل 13 ميجا بكسل. اما بالنسبه للمعالج، نسخه ال 5G بتيجي بمعالج زينوس 1330 5 نانومتر، معالج موفر جدا في استهلاك الطاقه وقوي في الاداء اليومي. ونسخه ال 4G بتيجي بمعالج هيليو جي 99. الموبايل بيجي ببطاريه كبيره 5000 ملي امبير مع شحن سريع 25 واط. لو هنتكلم عن مميزات سامسونج A17، الموبايل بيجي بشاشه سوبر اموليد هتقدم لك تجربه ممتازه، 6 سنين تحديثات اندرويد، اداء مستقر بفضل معالج هيليو جي 99، بطاريه كبيره 5000 ملي امبير مع شحن سريع 25 واط. اما بالنسبه للعيوب، حواف الشاشه كبيره شويتين، الموبايل بيدعم شبكات الجيل الرابع فقط، دقه الشاشه اتش دي بلس بالرغم من وجود شاشه سوبر اموليد، السماعات بتيجي مونو مش ستيريو، مفيش شاحن ولا سماعه في علبه الموبايل. الموبايل بيجي بسعر 7500 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا بايت رام، وبيجي بسعر 8400 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام، واخر نسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام بسعر 10000 جنيه. ثالث موبايل معانا من سامسونج وهو السامسونج A26. الموبايل ده صفقه رابحه لو انت عايز موبايل شاشته حلوه وكاميرته محترمه وبيعمر سنين طويله من غير ما يهنج معاك. الموبايل بيجي بشاشه تحفه سوبر اموليد بحجم 6.7 بوصه بدقه الفول اتش دي بلس مع معدل تحديث عالي 120 هرتز. اما بالنسبه للاداء، الموبايل بيجي معالج قوي اكزينوس 1380 5 نانومتر، وهو نفس المعالج الموجود في السامسونج جالاكسي A35، واللي يعتبر ممتاز في فئته السعريه في الاستخدام اليومي والالعاب. الموبايل بيجي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، والحلو فيها ان فيها مثبت بصري او اي اس، يعني لو ايدك بتتهز وانت بتصور فيديو او صوره، الموبايل بيثبتها لك وتطلع احترافيه. وكمان بيصور فيديوهات بجوده ال 4K. الموبايل بيجي بكاميرا اماميه 12 ميجا بكسل، وبيجي ببطاريه كبيره 5000 ملي امبير، يعني لو شحنته الصبح هيكمل معاك لليل مرتاح. بالنسبه للموبايل، لو وقع منك في الميه لحد متر او جه عليه تراب ما تقلقش خالص، الموبايل متقفل تقفيل نظيف ومعاه شهاده IP67. لو هنتكلم عن مميزات وعيوب الاي 26، هنبدا بالمميزات. الموبايل بيجي بشاشه محترمه سوبر اموليد فول اتش دي بلس وبيدعم شبكات ال 5G، وبيجي باداء قوي بفضل معالج اكزينوس 1380، والكاميرات فيها مثبت بصري او اي اس. الموبايل بيجي بصوت ستيريو مع دعم 6 سنين تحديثات من سامسونج. اما بالنسبه لعيوب الاي 26، سرعه الشحن 25 واط مش افضل حاجه لو هنتقارن بالمنافسين، مفيش شاحن في علبه الموبايل، الكاميرات بارزه شويتين وده بيعرضها ان هي ممكن تتخدش معاك. اما بالنسبه لسعر الموبايل، النسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام 12000 جنيه، النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام 14000 جنيه. رابع موبايل معانا من سامسونج هو السامسونج A36. بما اننا اتكلمنا عن الاي 26، فالسامسونج A36 هو الاخ الاكبر والاشطر منه شويتين، وده بيعتبر الجوكر في الفئه المتوسطه لانه بيقرب جدا من مواصفات الموبايلات الغاليه. الموبايل بيجي بشاشه اموليد خرافيه، بس الفرق هنا ان الحواف اصغر بكتير من الاي 26، فبتحس ان الموبايل كله شاشه معاك. اما بالنسبه للمعالج، الموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 6 جين 3 بتكنولوجيا ال 4 نانو، وهو نفس المعالج الموجود في الموتوريلا موتو جي 75. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، بس السنسور نفسه احدث واكبر شويه، يعني بالبلدي بيسحب ضوء اكتر فبيطلع صور بالليل واضحه جدا. الكاميرا الاماميه 12 ميجا بكسل، الكاميرا الاماميه هنا احسن وبتصور صور طبيعيه اكتر وتفاصيلها ادق معاك. البطاريه 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع 45 واط. الخلاصه، ايه الفرق اللي يخليك تدفع اكتر في الاي 36؟ اداء اسرع بكتير في الالعاب والبرامج التقيله، بصمه تحت الشاشه مش في الجنب، تصوير
ديسبلاي الاحترافي اكتر، شكل اشيك بحواف شاشه رفيعه. لو هنتكلم عن مميزات وعيوب الاي 36 هنبدا بالمميزات. اداء قوي بفضل معالج السناب دراجون 6 جين 3، شاشه ممتازه وسطوع عالي تحت اشعه الشمس، سرعه شحن اعلى بقت 45 واط. الموبايل بيجي مقاوم للماء والغبار بشهاده اي بي 67، وكمان في دعم 6 سنين تحديثات من سامسونج. كاميرا بمثبت بصري او اي اس. اما بالنسبه للعيوب، الموبايل ما فيهوش مكان ان انت تقدر تركب كارت ميموري، مفيش شاحن في علبه الموبايل، وهتضطر تشتري شاحن 45 واط. بالرغم ان الظهر من الازاز الا ان الاطار بتاع الموبايل من البلاستيك. بالنسبه لسعر الموبايل، النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا بايت رام 15500 جنيه، النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام 17000 جنيه. الموبايل اللي بعد كده معانا من سامسونج هو السامسونج A56. بالنسبه للمعالج، سامسونج حطت فيه معالج جديد اسمه اكزينوس 1580. المره دي مش مجرد تحسين بسيط، ده اداؤه بقى قريب جدا من الموبايلات الغاليه الفلاج شيب، يعني هيدوس معاك في الالعاب التقيله زي بابجي وكول اوف ديوتي من غير ما يقطع. بقالنا سنين وسامسونج مثبته كاميرا السيلفي، اخيرا غيروها بواحده 12 ميجا بكسل بتطلع صور رايقه والوانها حقيقيه، خصوصا لو بتصور بالليل. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري او اي اس، مع كاميرا الترا وايد للتصوير الواسع وكاميرا للتصوير الماكرو. الموبايل بيجي ببطاريه كبيره 5000 ملي امبير، يعني يومك هيخلص وهي لسه فيها الروح. واخيرا سمعوا الكلام ودعموا الشحن السريع ال 45 واط، يعني مش هتقعد جنبه بالساعات عشان يشحن، نص ساعه وهتلاقي البطاريه نطت لرقم محترم معاك. الموبايل ده نفسه طويل. سامسونج وعدت ب6 سنين تحديثات، يعني هيفضل معاك جديد وبينزل له احدث اندرويد. الموبايل كمان بيدعم الذكاء الاصطناعي الاي اي. المميزات اللي كانت موجوده في الاس 24 والاس 25 زي مسح الاشخاص من الصور او الترجمه الفوريه بقت موجوده هنا في السامسونج اي 56. لو هنلخص مميزات وعيوب الاي 56، الموبايل بيجي بشاشه خرافيه كالعاده، الوانها تفتح النفس وسطوعها عالي تحت اشعه الشمس. التقفيل، الموبايل بيجي بخامات نظيفه وبتستحمل معاك الميه والتراب، لو وقع منك في الميه ما تقلقش. تصميم فخم بخامات محترمه، ظهر من الزجاج مع فريم من المعدن مع تخانه قليله 7.4 مللي. الموبايل بيجي بشاشه كبيره 120 هرتز، اداء جيد بفضل المعالج الاكزينوس 1580 مع 6 سنين تحديثات اندرويد من سامسونج. كاميرا سيلفي مع تصوير 4K، بطاريه كبيره مع شحن سريع 45 واط. الموبايل بيجي بصوت مميز ستيريو. اما بالنسبه لعيوب الاي 56، مش هتلاقي شاحن في علبه الموبايل، مفيش منفذ للسماعات ولا مكان للكارت الميموري، قوه الشبكه مش افضل حاجه، والبصمه مش الاسرع في الفئه بتاعته. اما بالنسبه لسعر السامسونج اي 56، النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا بايت رام بسعر 20000 جنيه، النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام 22000 جنيه، النسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا بايت رام بسعر 24000 جنيه.